جماعة النهارده هعمل شطرنج بشكل جديد وهعمل له باكج كامل هيبقى جامد قوي بجد. واول حاجه عملت كوبايه ريزن وحطيت عليها اسود مايك علشان اعمل اول مربعات في البورد بتاعه الشطرنج، ولما نشفت عملت ريزن ابيض بس بيشفي نفسه كده وشفاف شويه وصبيت الباقي. وبلون اتقل شويه عملت تشبيحات علشان طعمها يبقى زي الرخام كده وشكلها تطلع جامده. وعلشان اعمل القطعه نفسها صبيت ريزن اسود لمعته روز جولد في كل القوالب، وانا هنا بصب جيش شطرنج مش طقم واحد. واللون التاني عملته شفاف خالص علشان يبقى زي قطع الازاز كده. وعلشان برضو اعمل الضمنه صبيت طقم اسود وسبته دقيقتين ينشف خالص، وبعدها عملت كل النقط بالابيض وطبعت اسم البراند على كل الكروت واديت لهم طبقه شفافه علشان يبقى الاسم كانه محفور جوه كل قطعه. وعلشان اعمل بورد الضمنه فصلناها خشب مقاس 60 في 60 وفيها مكان للكروت، وعملت اخضر بينور في الضلمه وصبيته على الفريم بس عشان البراند ده الوانه الاساسيه اسود في اخضر وعشان الفريم ينور في الضلمه. وعملت الحروف اللي بالاخضر برضو وطلعت شغاله جدا، فخدت منهم حرف وثبته مع باقي اللوجو وحطيت الامضه تحت على الشمال. وبعدها غطيت كل ده بطبقه ريزن شفافه، بس النتيجه طلعت زي الزفت فصنفرتها وعملتها تاني من الاول وظبطتها بالهيت جان والتورش علشان النتيجه تبقى زي المرايه كده. وقطع الشطرنج بعد ما نشفت فكيتهم والجيش كله طالع ولا غلطة بجد، فصنفرنا كل القطع وظبطناهم علشان يتقسموا طقم بعدين. والبورد بعد ما نشفت طلعت خزعبلية بجد، فعملنا بوكس خشب للشطرنج بشكل جديد وثبتنا عليه لوجو البراند ومن جوه متغطي بشموع علشان خايفين على مشاعر القطع. وفي الاخر رتبت كل حاجة في مكانها ودي كده النتيجة وده شكل الطقم بجد. عايز اعرف رأيكم جدا واعمل الوان ايه تاني، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.